بيكم، ورجعنا لكم تاني في الجزء الثالث. والجزء الثالث احنا مخصصينه للتجار ورجال الاعمال. الخبير الاقتصادي ودكتور حسن الخباز والمحاسب القانوني، انت جاهز في الجزء ده؟ عشان دي بقى فيها قضايا وحاجات كده تخص التجار ورجال الاعمال، داخلين في صميم عملك. جاهز؟ تتعبتني. ما هو ده اخر جزء ان شاء الله. انت فاجئتنا كده، لقينا صفحة رسمية وفيديوهات بتقدم حاجات سريعة كده للتجار ورجال الاعمال، معلومة، كبسولات، ممكن نحط لها اسماء كتيرة. يعني الفكرة جت منين وكان ايه الهدف منها؟ صدقني لو قلت لك ان الفكره جت من الشارع. جميل. خلي بالك انا بحكم شغلي انا عندي علاقات بتجار كتير جدا، يعني مئات التجار اللي الشريحة الأكبر اعرفهم. في المجتمع يعني. شريحه كبيره جدا ودايما الحاجه اللي بتقابلني ان هم بيواجهوا لي اسئله. مم. دايما عندهم تخوف. مم. يعني ممكن يبقى تاجر وعنده شغل وعنده كل حاجه بس هو جواه تخوف فيسالك. فلما دايما كنت اجاوب عليهم كان بيبقى عندهم نوع من انواع الطمأنينة، يعني انت عارف. مم. فانا بتريحه. بيستريح، فانا مم. كنت بحس بسعادة ان انا قادر اوصل الطمأنينة ديت للمواطن او مم. للتاجر مم. اللي موجود. فكان الموضوع بيسعدني. ف انا يعني ربنا اداني من فضله كتير الحمد لله. واداني درجة علمية. ف ومجال شغل لسنين تخطت ال 25 سنة خبرة في مجال شغلي. فقلت ليه بس انت لسه صغير، ما تكبرش نفسك قوي. لا بقى سيبك. انا خايف الموضوع اصلا. طيب، تمام تمام. فسنين خبره اكتر من 25 سنه، انا خلاص داخل على 30 سنه خبره مم. في مم. مجال شغلي يعني. فعندي المشاكل اللي بتقابل التجار والحالات اللي هم بيقابلوها مشاكل كتير جدا. مم. فجات الفكره كده، قلت ايه طب انا ليه ما يبقاش في حاجه اسمها زكاة العلم كده موجوده، واقدر اعمل الله، فيديوهات حلوة عبارة زكاة العلم. تقدر توصل رسالة طمأنينة للتاجر. مم. خلي بالك التاجر ده بيبقى عنده شغله ومركز في شغله ومركز في بيع ومركز في مصاريف بس عنده ومركز في مشاكل. عمالة. مم. وفي كمان بيجيله مشاكل مع الضرايب او مم. مشاكل مع التأمينات. فتخيل لما انت تيجي تقول له حاجة تخليه يستريح او مم. ينام، فدي هو حاجة تخليها تسعدني جدا الواحد دايما يعني. بيحب حاجة تطمئنه، يعني في الاطمئنان ده شيء فمن مهم هنا قوي. بقى انا قلت عايز اعمل فكرة الفيديوهات. اعمل فيديوهات. مش الغرض فيها فيديوهات استعراضية. خلي مم. بالك مم. هتلاقيني لا بتكلم في قوانين، مم. يعني موضوع مش متقله عليهم، مم. ولا هتلاقيني بتكلم في حاجة يعني عارف ان هو ممكن حد يقعد مع حد بيستعرض على حد. لا انا مم. القصة مش كده خالص. طريقة بسيطة ولغة بسيطة جدا بوصل معلومة يقدر يستفيد منها. انت عامل زي سؤال وجواب كده، حاجة سريعة يعني حاجة جدا. بسيطة جدا مم. يقدر مم. يستفيد منها، ياخد المعلومة. لو هو محتاجها هتطمنه، هو مش محتاجها مش هيخسر، هتبقى معلومة موجودة عنده. مم. وفي نفس الوقت يعني أتمنى إني آخد ثواب إن الناس توصل لها المعلومة مم. اللي تفيدها. خلينا اقول لك ان الفكره دي فيها نوع من الاصلاح، يعني على الفكره اللي احنا كنا بنتكلم عليها في يا لوحه رب الفنان. يجعلني من المصلحين. فهي فيها نوع من الاصلاح، رغم ان هي بتاخد منك مجهود ووقت وانك انت عشان تلخص الفكره في وقت ده قليل موضوع جدا. كارثي. خلي بالك موضوع طبعا إن أنا طبعا طبعا. عايز أعمل معلومة مم. وعايز في اقل أقولها وقت. في 30 ثانية. مم. فالموضوع صعب جدا عشان خاطر المعلومة تقدر توصل ويقول لك الخوارزميات وحاجات كده. انا بالنسبه لي بتوع موضوع السوشيال صعب ميديا، جدا. بتوع السوشيال موضوع ميديا. السوشيال ميديا ده، مم. فلازم معلومه سريعه وتبقى مم. موجوده في 30 ثانيه وتقولها. وخصوصا ان انت بتتكلم في مشاكل، فهتلاقي نفسك بتتكلم في فيديو واثنين وثلاثه على نفس على نفس المشكله عشان تقدر توصل مم. الرساله مم. للتاجر او لرجل الاعمال. طب انت سعيد بالفكره؟ حسيت ان ليها ردود افعال؟ ليها ردود افعال، مم. يعني ردود افعال كتير جدا. انا بلاقيها من اتصالات من ناس مم. ومن مكالمات، والناس بتكلمني والناس بتقابلني تقول لي انت بتقول لنا معلومة كويسة. مم. قد ايه الموضوع ده بسطني، وقد ايه الموضوع ده خلاني. طبعا انا عندي الموضوع ان انا هو هدف بالنسبه لي انا مكمل فيه، يعني ده خلاص انا ان مكمل شاء فيه ان الله. انا شغال فيه. انا كل اللي عايزه ان اوصل رساله دفء وطمأنينة للتاجر او لرجل الاعمال. قطاع كبير. فالموضوع بالنسبه لي انا هكمل فيه. ولكن لما بلاقي ردود الافعال اللي الناس بيعود عليها بالنفع، انا بحس ان فعلا انا كده وصلت رساله. ويا رب
اجعلها في ميزان حسناتي ان ان شاء اقدر الله اوصل ان الرساله دي. شاء الله. خلينا ننتقل من الرساله لموضوع جديد وسؤال تاني. انا معاك. يلا توكلنا على الله. على احنا مستمرين برضو في فكره الفيديوهات. وهل انت بتفكر في المرحله اللي جايه ان هي تاخد شكل معرفي اكبر، ولا هتبقى لسه محدوده؟ هل انت عايز توصل رسائل اكبر للتجار ورجال الاعمال، خاصه ان الشريحه دي هي شريحه كبيره داخل المجتمع؟ فكرتك ايه للمرحله الجايه؟ هل هتستمر في الفيديوهات دي ولا عندك تناول تاني انت شايفه؟ رؤيتك ايه للمساله دي؟ طبعا انا مقتنع انا مقتنع بالفكره في حد مم. ذاتها، مم. فطبيعي انا مستمر فيها، ولكن متغيرات توصيل المعلومه ممكن تتغير. يعني ممكن مم. الموضوعات نفسها تكبر، ممكن الموضوعات نفسها تتغير، قصه الاسئله والاجوبه انها تبقى ممكن تبقى حوارات مفتوحه. مم. موضوع ان المحتوى يتم ادارته ازاي ديت يعني على حسب المرحله، كل مرحله يعني ومتطلبات. ممكن ان احنا في المرحله الجايه يبقى فيها شكل مباشر بينك وبين التاجر او رجل الاعمال مفتوحة بشكل عام. جدا، ما فيش مم. أي مم. مشكلة، مم. بس هي القصة إن أنا واخد الفكره إن مستمره. الموضوع إنها ده مم. أساس مم. أنا شغال عليه وهشتغل عليه. وأنا سبب قلت لك أنا بعتبر ده زكاة مم. علم، مم. فأنا هفضل مكمل فيها. يمكن أقدر أوصل رسالة تطمن الناس. أنا مم. رسالتي كلها إن عايز أطمن التاجر، عايز أطمن رجل الأعمال. يعني دايما احنا بنقول لما بتبدا في مشروع، خلينا نقول ده مشروع اعلامي، يعني ده شغل اعلام، لانك انت بتحاول توصل من الاعلام فكره للناس او بتوصل لهم نوع من رساله اطمئنان. رساله الاطمئنان دي احيانا بتبقى مكلفه شويه، واحيانا بتبقى بعد فتره من الوقت ممكن تصيبك بالملل لو انت ما كانش فيه ردود فعل سريعه، الناس مش متفاعله. انت مستوعب المسألة دي وحاططها في دماغك، ولا يعني لسه بتجرب برضو لا خالص، الناس انا عايزة قلت لك تطمن؟ انا قلت لك بالنسبه مم. لي انا مم. مكمل في الموضوع دوت. مم. هو طبعا انا موضوع ان عدم تفاعل الناس، يمكن انا عندي في الصفحه بيبان لي المشاهدات انها كبيره جدا، مم. يعني الحمد لله، يعني الفضل والنعمه من ربنا ان مم. المشاهدات كبيره، ولكن تفاعل الناس ممكن تبقى مش قوي، ممكن تضايق شويه، وممكن تلاقي نفسك في مم. بعض مم. الردود اللي موجوده بالنسبه للناس مم. بترضيك. بس انا قلت لك ان اعوذ بالله من كلمه انا، الهدف بالنسبه لي مش مش فيديوهات، مم. مش انا عملت قد ايه شير، ولا اطلع انا في فيديو اقول لك اعمل لي شير ولا اعمل لي لايك. مم. انا هدفي مش كده، انا هدفي ان انا اوصل رساله طمانينه للتاجر او رجل الاعمال. اللي ياخد الرساله دي يا رب تبقى في ميزان حسناتي. مم. ما حدش استوعبها خلاص، انا بوصل انت الرساله انت دي. ماشي في فكرة مع فئة مستهدفة. الفئة المستهدفة دي هي دايما بتبقى هي اللي بتدور عليك عشان هو ده يهمها يعني. اصل انا مم. بكلم في نقطه مم. ايه. الحمد لله من تجاربي العملية عندي خبرات في التعامل مع قانون الضرائب، مم. ضريبة الدخل ده اللي انا والضريبة قصدي عليه. المضافة، مم. التأمينات، مم. القوى العاملة. عندي المعلومات اللي مخلياني أقدر أوصل المعلومة لرجل الأعمال أو للتاجر اللي هو مش عايز يدوش نفسه بيها، مم. هو عايز موضوعه يبقى محلول. مم. فأنا بوصل له رسالة. هتلاقي حتى أنا في كل رسائلي اللي بعملها بوصل رسالة طمأنينة، بس بحذر المهمل. يعني مم. دايما كلامي انا خد بحذر بالك، المهمل، خد بالك. انما رجل الاعمال بقول له اطمن، استريح، ما تقلقش، رتب اوراقك، اعمل. عندنا قاعده حتى كنا بنشتغل بيها احنا دايما في شغلنا، عندنا قاعده نقول لك ايه، كذب منظم احسن من صدق منعكش. ايوه. وصلتها في الرساله، احنا مم. بنشتغل بالمبدأ ده. مم. اشتغل انت كده، يعني مم. خليك منظم، هتلاقي الدنيا فيها امان بالنسبه لك. طب هو بس ده هيخليني اخش في سؤال خبيث يعني. ليه بقى؟ ما انت ما هو كنت خبيث شغال شويه بقى. كويس. يعني شويه خبث ما انت كده. بتسال اسئله هو ده كويسه. هو ده مش هيأثر على الناس اللي فاتحه مكاتب؟ هيأثر عليك في شغلك؟ انت دلوقتي بتدي المعلومه يعني النهارده عشان اروح اخد استشاره من اي محامي، لازم اروح اخبط على الباب وادفع فلوس عشان اخد الاستشاره. هكذا المجال في المحاسبه في اي حاجه، انت كده بتسهل المساله. انت مش ده هيعطل الناس شويه في اكل عيشهم يعني، ولا ايه طيب بص، الوضع؟ لا انا الهدف مش كده خالص. خلي بالك انا بقول لك ايه، انا بوصل رساله طمأنينه، مم. وبديك زي ما قلت كده معلومات تخليك تستريح وتطمن وتقدر وتقوي وتعمل. انما ترتيب الاوراق وترتيب الشغل بالنسبه لك ده هيخلي الناس طبيعي. انت هتروح لمحاسب قادر، انت عايز انت تدير بنفسك. اصل احنا خلي بالك في مشكله، فرق ما بين التجاره والمحاسب القانوني والمحامي. مم. يعني المواطن لازم يروح لمحامي عشان يرفع له القضيه، بالظبط. انما المحاسب انت تقدر تعمل كل حاجه بنفسك. مم. فخلي بالك ان ممكن يبقى مؤهل التاجر او رجل الاعمال ان هو اللي يخلص كل مصالحه. مم. انت بس بتوصل له رساله عايز يعرف طمانينه، الخط اللي انما يشتغل عليه. مش كل الناس
هتقدر تشتغل بالطريقه دي، لان مم. شغلك لما بيكبر الموضوع مش هتقدر ان انت تقدر تتابع قوانين. انت عندك قوانين ضرائب كل شويه في تعليمات بتتغير جديده، بتتغير. كل شويه في حاجه موجوده جديده، مم. والتامينات وكل حاجه موجوده جديده، مم. كل شويه في تتابع. احنا على قد كده احنا بنتعب جامد في مواكبه دوت، ان انت تقدر مم. تطلع مم. عليه. مم. فانت مش معقول هتلاقي نفسك ان انت بتقدر تشتغل كل حاجه. يعني مم. انا دايما حتى فيديوهاتي بقول فكره الوان من شو، ان انت اللي تشتغل وانت اللي تبيع وانت اللي تشتري وانت محتاج اللي تيم في تعمل كل كل حاجه حاجة. لوحدك، هتقع وتبقى انت المحاسب وانت هتقع اللي بتحاسب. هتقع. هتوقعك، مم. هتستهلكك، مم. ومش هتقدر ان انت تحققها. الصورة ديت انت تقدر تكملها بان انت بتكمل المعطيات. يمكن انا في نصايحي عملت حاجة، قلت لما تروح تكلم محاسب خلي بالك من 1 2 3 مم. عشان تقدر تتابع شغلك مم. مع مم. المحاسب. مم. ما هو برضو المحاسبين مختلفين، مم. مش كل المحاسبين زي شاطرين، اي مش كل مجال، في ناس في كده كل وناس مجال. كده. فانت بالنسبة لك يعني لو انت عايز تحافظ وعايز تكبر، فطبيعي انت هتلاقي بتعمل مؤسسة موجودة ليك بشغلها، عندك محاسب بمراجع الخارجي، عندك بالمراجع الداخلي، كل الكلام ده بيبقى متاح ليك. انما جميل. مش معنى كده ان الرسائل دي هتخليك تقدر تطلع على كل قوانين انت مم. في تجارتك او في مشروعك. انت بتحطه بس على انت الخط، احداثك بتحطه على سريعه السلم. وموجود، مم. هتقعد تستنى انك تدور على الفيديو اللي قاعد عمال بيقول لك لا دي لا، انت وهتعمل فيها بتحطه على ايه. السلم بس، انما على انا بقدر خطوات. اطمنك مم. انك تبقى مستريح وتقدر تشتغل ده جميل. خلينا نخرج من رسالة الاطمئنان لسؤال جديد. معاك. يلا بينا. انت دخلت برجلك اليمين في السوشيال ميديا، ربنا والسوشيال يستر. ميديا دي يعني خلاص انت دخلت فيديوهات وبوستات وكلام من ده. السوشيال ميديا دي يعني عالم طبعا، يعني عالم متفجر بالمشاكل والاختلاف والتوافق انت جاهز بقى انك تتعامل مع الرأي والرأي الآخر وحاجات كتير هتحصل. يعني السوشيال ميديا فيها عالم اكيد انت عارفه، ومجرد ما تحط رجلك فيها انت خلاص دخلت المعركة. ادواتك ايه مع المعركة دي وهتتعامل معاها ازاي؟ لا انا جاهز طبعا. اصلي خلي بالك انا في الاول والاخر انا بقدم رسائل طمأنينة للتجار. فطبيعي اللي هيجي يوجه لي اسئله هيوجه لي اسئله هو عايز اجابات عليها. مم. اللي عايز ينقد من اجل النقد ده انت مش هتقدر يعني تعترض عليه. مم. دي شخصيه ودي ملكات موجوده عنده، هو عايز ينقد من اجل النقد. انما خليني بس هي دي نتكلم. النسبة الأعلى دلوقتي. لا ما اقدرش اقول النسبه الاعلى، يعني الا من رحم ربي طبعا. لا طبعا ما نقولش ان هي دي النسبه الاعلى، بالعكس. ان في ناس انا بقدم محتوى تعليمي ثقافي، فاللي عايز يقعد يسمعه هيبقى هو محتاج يسمع ما هو المعلومه زملاء ديت. المهنة برضو ممكن تبقى من العوامل اللي ممكن تبقى الموضوع مش مريحها يعني. لا خالص، ليه؟ يعني المجال مفتوح لكل الناس. يعني انا ده المنطق، لكن في السوشيال ميديا مش هتبقى كده. لا خالص، يعني مم. اللي عايز يوجه اسئله يا اهلا وسهلا. مم. يعني انا هقول له لا وجه اسئله. مم. طبيعي في الاول والاخر ان الحوار طالما في درجه من الاحترام يعني ما هو حصلش مفتوح. هجوم عليك في السوشيال ميديا؟ لغايه دلوقتي لسه. يعني ممكن يحصل يعني. بص انا مش هقدر امنع حد مم. ان هو اقول له هاجم او ما تهاجمش. طب خليني اجيبها لك بشكل تاني. اللي انت شغالين عايز معاك في توصل نفس ليه؟ بس اللي شغالين معاك في ريحني. نفس المجال، امم في نفس مجال المحاسبة القانونية وكده، شايفينها ازاي؟ اصل بيقول لك مع عدوك نقارب. اللي بنكارك يعني. امم يعني احنا في مجالنا، في مجال الاعلام، اعدائنا في اللي شغالين في نفس مجالنا في اي مجال هم برضو. يعني المساله انت طلعت مره واحده وعملت رساله اطمئنان للناس، تجار بدات تشوف، رجال الاعمال بدا يحصل تفاعل على كلامك والدنيا بدات. طب الناس بقى اللي شغالين في نفس المجال بتاعك، هل المساله ماشيه معاهم كده ولا ما هو انا مش هقدر ادخل في تفاصيل؟ النوايا. مم. بس انا سبق وقلت لك ما ان حسيتهاش انا يعني. ربنا مم. من عليا واداني من فضله في حتة، اداني درجة علمية درجة الدكتوراه، تمام. واداني خبرة حياتية وخبرة في مجال العمل، مم. خبره تأهل مهنيه يعني. مهنية. مم. انا طبيعي لازم انا بعتبر ان دي ليها ذكاء. مم. فانا كون ان اوصل رسالة طمأنينة للمواطن او لتاجر او لرجل اعمال، دي حاجة يعني انا مش هتمنعني عن ان انا اعملها. وبعدين خلي بالك في نقطة، العلاقة ما بين الممول والمحاسب القانوني دي علاقة قوية. مش قصة ان واحد عمل فيديو فهيروح سايبي ويروح رايح لدوت الا لو هو اصلا تعبان معاه. دي قصة هو اصلا كده واخد القرار. انما العلاقة علاقة مريحة. يعني انت خلي بالك ان احنا جزء من شغلنا
انت بتلاقي حد بيكلمك قاعد عمال يكلمك على مشاكله الشخصيه، وقاعد عمال يكلمك على وطبيعي انت لازم تسمع ولازم تدي حلول ولازم تبقى مم. موجود معاه. مم. فانت اصلا عندك الحته ديت في بصدر رحب انك بتتعامل مع العميل. فهكذا برضو كل محاسب قانوني هو في العميل بتاعه ده عميل عنده ثقه فيه، مم. هو مش هيسيبه عشان خاطر فيديوهات. ولكن فرق ما بين انك بتتعامل مع حد عايز يوصل رسالة طمأنينة، عن انه حد بيدور على عايز عميل او عايز كده. الموضوع مختلف تماما. ده اكيد. هو احنا مش مختلفين على دي، لكن هي المساله زي ما انا بقول لك ان مش بعض الناس، مش كل الناس مش هتشوفها انها رساله اطمئنان. انا ماليش دعوة بالشخص الضعيف، مم. احنا مهنتنا مهنة قوية. الله. اللي قد مم. ان هو يبقى قوي مم. ده ما بيخافش ان حد عمل في فيديوهات اي او مهنه حد اللي قوي موجود. ما بيقلقش من حاجه. مم. وبعدين الحمد لله الحمد لله الاسماء القوية في في المجال. المهنة وفي مم. المجال مم. معروفة، ومعروفة هي مين. مم. فمش قصة الفيديوهات اللي هتخليهم قلقانين، هم ايوه قلقانين. كده انت خرجت. هم قلقانين من انت كده الأول. خرجت من الاجابه الدبلوماسيه للاجابه الواقعيه يعني والله كده. ما هو انا بس اصل انا مم. عايز اقول لك على حاجة، انت بتكلمني على حد جواه حاجة مش كويسة. طب هو دي هتعمل طبيعي. فيها ايه ديت؟ يعني هو حر لا اصل فيها. هو دي هتعمل نوع من الحروب الجانبيه اللي ممكن تبقى موجوده معاك في مجالك وموجوده على السوشيال ميديا، ويزقوا ناس ويعملوا ناس. انت طب عايش في انت جو. ليه بتاخدها كده وليه ما تاخدهاش ان ده اتجاه ان هو يفكر في حاجة تانية؟ انا اتمنى يعني انا يعني. دايما انا اتمنى. لما بلاقي حد ناجح بفكر ازاي إيه، احقق نجاح لنفسي وابقى مبسوط للشخص ده ان هو ناجح. خلي بالك انا اكتر شخص بيقعد ينتقد نفسه بعد ما يوصل لمرحله معينه. يعني انا مم. اوصل لدرجه معينه خلي بالك احنا مهنه المحاسب القانوني فيها درجات. يعني محاسب مم. قانوني، محاسب تحت تمرين، محاسب قانوني، مم. بعد كده محاسب شركات مساهمه، بعد كده مم. يعني فيها درجات. فانا كل ما بوصل لمرحله برجع اقول لا، انا عايز اوصل لمرحله بعد منها، انا مش راضي بتراجع عن نفسي وتبتدي فيه. تحدد اللي جاي. طيب انت بتوصل لدرجة علمية معينة، لا انا عايز اوصل لدرجة علمية تأهلني ان انا ابقى قادر ان انا ادير ملفات واقدر اتكلم واقدر اخدم شغلي. فدوت انا اللي بقرص على نفسي. فكون ان انا افكر ان انا اوصل رسالة للمواطن دي تخوف حد، ده عيب عنده هو. انا مم. مش هقعد ابقى مستني ان هو العيب اللي عنده مم. اوقف انا رسالة انا بوصلها لا خالص طبعا، احنا مش لتاجر او عايزين كده. بيوصل. احنا بس حاولنا ان احنا نقول لك حاول انك تتوقع انت يعني بيني وبين. لا جهز مصداتك يعني. مش مصدقات، انا بكلمك ان انا خلي بالك انا قلت لك مم. انا اللي بيسأل باحترام يا اهلا وسهلا. احنا انما متفقين انا ان في انما جوانب انا ايجابيه وهيبقى في جوانب سلبيه. الجوانب السلبيه دي لو اشخاص انا هعمل فيها ايه؟ يعني اللي عنده حقد شخصي ده انا هعمل فيه ايه؟ لا لا ده خالص طبعا. ملهاش مصد، ده هو ده تركيبته هي على بعضها كده. طيب خليني اسال سؤال اخير كده نبقى ونختم بيه براءة. البودكاست ونريحك شويه. يعني وانا كده بدعبس في المعلومات وبراجع معلومات بجمع عشان البودكاست اللي احنا هنعمله مع بعض، عرفت انك انت بدأت خطة عمل كتاب. مم. ف... جبتها منين دي؟ عندي مصادر يعني. فحابب ان احنا نعرف يعني فكرة الكتاب هتتناول فيه ايه، الاتجاه لناحية النشر، الهدف منه هيبقى موجود في السوق، ايه فكرته يعني، ناوي على ايه يعني. لا هو انا بعد ما عملت الخطوه بتاعت الفيديوهات واصبحت بقدم رسائل، حابب ان اقدم محتوى كتاب يبقى محاسب بيفهمك ضرائب. امم. يعني تبقى هي دي الفكره، بناخد من المحتوى ده ايه اللي يخلي التاجر او رجل الاعمال يقدر يتعامل فيه مع الجهات الحكوميه، ويقدر يوصل ازاي، يقدر يتعامل امم. ازاي. فدي كانت الفكره بتاعت الكتاب، وبالفعل امم. انا اشتغلت عليها وما زلت لسه في مرحلة التحضير، واتمنى ان هو يعني يوصل للنور. يعني اتمنى ان دي برضو نوع من انواع الرسالة اللي امم. توجه للناس انها تقدر تستفيد. يعني يا رب يجعلني سبب في ان الناس تستفيد. فده خلي بالك ده الهدف الاولاني، ومش تستفيد بس وتطمن، لان امم. دي تفرق كتير قوي معاك قوي معايا. جميل. لو قلنا نصيحة للشباب اللي بيبدأ في مجال العمل العام حتى، أو العمل كمحاسب أو أيا كان عمل، يعني أنت خدت تجربة ووصلت للدكتوراه وبقى عندك خبرة مهنية، تنصح الشباب بيه؟ خاصة الشباب محبط والدنيا زي ما أنت شوف، زي ما احنا كلنا شايفين، يعني الأولويات عنده مش موجودة، الدنيا عنده شوية الصورة مش لطيفة. ايه النصايح اللي انت ممكن تقدمها لهم كده في كبسولات سريعة ونعتبرها انها فيديو في 30 ثانية يعني؟ ابدأ واشتغل
وحدد هدف وبلان لنفسك بهدف عايز توصل له، واشتغل على طول. اوعى حد يبص على المعوقات، لان خلي بالك اوعى تفتكر ان انا وانا شغال يعني خلال انا بقول لك انا قربت من ال 30 سنه، خليني 25 سنه اصغر نفسي شويه، ان الفتره ديت انا ما قابلتنيش معوقات، ده انا قابلتني معوقات تخليك يعني تكره الدنيا كلها، انما ما بتاخدهاش رساله، ده بالعكس دي تديك حافز ان انت تشتغل اكتر، حافز ان انت تكبر اكتر. حدد بس الهدف اللي انت عايزه ايه، لان خلي بالك مشكلة الجيل الجديد ان هو مش محدد هدفه، مم. هو شغال في حاجة فحس ان هو احبط فيها فيبتدي يدخل على حاجة تانية. لا، انا حددت عندي بلان وعندي هدف وتارجت في حاجة معينة، ان عايز اكبر في المهنة ديت، او عايز اكبر في شغلة معينة، او عايز اكبر فيها. مهما قابلتني المعوقات انا لازم اتخطاها واتحداها، مم. ساعتها انت بتحقق الهدف لنفسك. تمام. فاتمنى ان مم. ان الناس كلها تقدر تستفيد من كل المعوقات بتاعتها يعني تكون وتاخدها المعوقات بالنسبه له طاقه ايجابيه للشغل، تاخدها مش طاقة طاقه إيجابية سلبيه. ليها. مش طاقه أتمنى سلبيه. دوت. دكتور حسن الخباز، الخبير الاقتصادي والمحلل التنموي والمراقب المالي والمحاسب القانوني، احنا النهارده كنا في حوار مفتوح اتكلمنا فيه عن اكثر من قضيه. الحقيقه احنا اخذنا فيها جانب ان احنا نبقى مصلحين وليس منتقدين، ان احنا نحط خطوات للاصلاح ربنا يجعلنا من المصلحين يا رب طبعا في يعني. كل خطوات الاصلاح في كل قضيه من القضايا اللي احنا اتكلمنا فيها. انا كنت يعني سعيد جدا في البودكاست معاك النهارده، واتمنى ان شاء الله احنا نتقابل في حلقات جديده، ويكون في قضايا اخرى وتهم الشارع وتستمر في الفيديوهات ورساله الاطمئنان. وانا ببعت لكم رساله اطمئنان وبقول لكم ان شاء الله اللي جاي افضل، ان احنا ما نوقفش قصاد المعوقات، ما فيش معوق يوقفنا، وزي ما قال الدكتور حسن انه يبقى بالنسبه لنا طاقه ايجابيه ننطلق بيها لمرحله جديده وحياه جديده في حياه الشخص نفسه، في مسيرته المهنيه، وفي السوشيال ميديا اللي ربنا يستر علينا منها، والدنيا تبقى ماشيه كويس. شكرا ليكم، كان معاكم هشام زكريا.